في أماكن بمجرد دخولك ليها بتتغير حياتك للأبد. الشقة 302 محدش سكنها وخرج منها زي ما دخل، واللي حصل جواها محدش قدر يستحمله. أبطالي وبطلاتي هلا والله، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. كل سنة وانتم بخير، ويا رب دايما تكونوا معايا. والحلو دلوقتي اننا في رمضان، يعني العفاريت ولا جن، يعني اتفرج كده وانت مروق ومستمتع. تمام؟ لايكك الجميل ويلا نبدأ. بسم الله. صاحب القصة بيحكي وبيقول: كنت فاكر إن حظي اتحسن، وده لما لقيت شقة بسعر رخيص جدا في وسط البلد. كانت شقة واسعة جدا وفي برج، رقمها 302. ولكن الغريب إن مع جمالها ده، صاحبها أو الملك بتاعها عايز يبيعها بسرعة جدا، وزي ما قلت لك السعر لقطة. فلما سألته هي كانت ساكنة من قد إيه، قال لي إنها فاضية بقالها سنين، واطمن ما حدش سكن فيها أكتر من شهر. ففرحت جدا لانها اكيد هتكون لسه بحالتها ومش محتاجه مصاريف كتير، يعني مصاريف على البياض والحاجات اللي مكسره. فاشتريتها منه واستلمتها فعلا، وفعلا لما دخلتها بقيت طاير بيها من الفرحه. الشقه حرفيا جديده وجميله جدا، وفضلت اقول لنفسي هو الراجل ده غبي ازاي يعني يبيع شقه زي دي بالسعر ده. ولكن الليله الاولى كانت كافيه انها تعرفني الراجل ده باعها بالسعر ده ليه. بعد ما رتبت اموري في الشقه وحطيت كل حاجه مكانها، فضلت قاعد فرحان ومبسوط بيها طول النهار، وفضلت قاعد مستني اللحظه اللي هجيب فيها اهلي وجماعه خطيبتي افرجهم عليها. ولكن حاله الفرحه دي ما دامتش كتير، وتحديدا اول ما المغرب اذن والليل بدأ يدخل. ووقتها أنا كنت مرهق جدا وما كنتش قادر أقف على رجلي من كتر التعب، فقررت وقتها إني أنام شوية ولما أقوم أكمل بقية الحاجة. وبالفعل رميت نفسي على السرير وبدأت أروح في النوم. ولكن ما يعديش لحظات وتبدأ تحصل حاجات غريبة حواليا. وقتها أنا بدأت أسمع صوت حركة بسيطة في الصالة بتاعة الشقة، ففتحت عيني بسرعة كده وعدلت نفسي على السرير وبصيت. ولكن الدنيا كان شكلها طبيعي، فرميت جسمي تاني على السرير وانا بحاول انام. ولكن برضه الصوت رجع يجي تاني، زي ما يكون صوت باب بيتفتح ويتقفل في قلب الصالة. فنطيت بسرعة من مكاني وانا بقول لنفسي معقولة اكون نسيت باب الشقة مفتوح، وقمت بسرعة من على السرير وطلعت جري ابص. ولكن الغريب ان الباب كان مقفول، وحتى بيبان الاوض كلها كمان كانت مقفولة. فكنت قاعد متضايق ومش فاهم ده حصل ازاي. ولكن برضو تفكيري ما راحش لأي حاجة غير إنه ممكن يكون باب عند الناس اللي قدامي وهو اللي مسمع عندي. وطمنت نفسي وخدت بعضي ودخلت تاني انام. ولكن ما تعديش لحظات وارجع تاني اقوم من مكاني مفزوع. المرة دي الصوت انا متأكد انه جاي من جوه الشقة، وتحديدا من الحمام اللي جنب الأوضة عندي بخطوات. صوت عامل زي خطوات لحد لابس جزمة جلد كعبها ناشف وماشي بيها على سيراميك الحمام. ورجعت تاني اسمع الباب بيزيق، فقمت من مكاني وانا بقرأ قرآن في سري، وفضلت اتحرك بالراحة وانا عمال بقدم رجل واخر رجل. وفتحت باب اوضتي وبدأت اطلع منها بالراحة على بره. ولما رحت الحمام كانت الصدمة، باب الحمام عمال يتحرك ويتقفل ويتفتح لوحده، مش بيتقفل للآخر، بيتحرك وكأن حد ماسكه وبيحركه، أو هوا جديد هو اللي بيحركه. ولكن المرعب إن مفيش حواليه أي حاجة تسبب الهوا ده، لا شباك ولا مروحة ولا أي حاجة. فرحت عليه وأنا بقرأ قرآن ومتوتر وبترعش ومسكته. ووقتها الباب وقف. ببص في الحمام لقيته فاضي، فما كنتش عارف اللي بيحصل ده ايه. ولكني فضلت افتش في الشقه كلها على امل ان الاقي قطه او فار هم السبب في الاصوات اللي انا سامعها دي، ويكونوا هم السبب ان الباب اتحرك بالمنظر ده. ولكن بعد تدوير كتير في قلب الشقه ما لقيتش حاجه. فاقنعت نفسي وقتها ان ممكن يكون فار دخل وادارى وهو اللي عمل كده. ودخلت تاني احاول انام، وبالفعل نمت الليله دي عادي جدا. وتاني يوم لما صحيت كنت فرحان، وقلت لنفسي هي فعلا كانت حاجه عبره هي السبب في الكلام اللي حصل ده. وعلى العصريه كده رحت جبت اهلي واهل خطيبتي افرجهم على الشقه، ولما شافوها هم كمان كانوا طايرين بيها من الفرحه، وده شيء كان مفرحني جدا. ولكن وقتها ابن اختي اللي عنده 5 سنين قال حاجة غريبة جدا. قال هي الشقة دي فيها عفاريت ولا ايه؟ الولد كان ساكت وفجأة قال كده. يعني لا كان في كلام عن حاجة زي دي
ولا اي حاجه. فامه ضربته على ايده وقالت له عيب يا ابني ما تقولش كده، وقالوا لي معلش يا شهاب هو عيل صغير ومش قصده. فقلت لهم لا عادي مفيش حاجه، ولكن كلام الطفل ده ما عداش عليا عادي. انا كنت حاسس ان وراه حاجه بجد، وفضلت طول القعده معاهم مش قادر اركز هما بيقولوا ايه. كنت مركز بس مع الطفل ومع تصرفاته. الولد كان عمال باصص للحمام ومركز، وكل شويه عينه تتحرك يمين وشمال وكانه متابع حاجه. ولكن وقتها اهل خطيبتي قاموا واستاذنوا انهم هيمشوا، واهلي كمان نزلوا معاهم. وقتها برضه الولد ده كان مركز على الحمام والمطبخ بشكل مش طبيعي. ولكن لما بدأوا يطلعوا من الشقة بدأت عين الولد تتحرك من على الحمام، وفضل يحركها لحد ما بقى باصص عليا. ولكن هي مش عليا على طول، هي باصة ناحيتي ولكن لفوق. والولد وامه شايلاه بقى عمال يشاور ناحيتي بس لفوق، وكأنه بيشاور لي على حاجة واقفة ورايا. فلفيت بسرعة ابص ما لقيتش حاجة. ولكن وقتها جسمه كله بدأ يقشعر بشكل غريب. ووقتها الولد مشي هو واهله، وانا فضلت لوحدي في الشقة. فقفلت وراهم واستعذت بالله وقلت لنفسي جرى ايه، ده عيل صغير، هو معقولة عيل هيشغل دماغي كده؟ وخدت الحاجة من الصالة مطرح الحاجة الساقعة والاطباق اللي كانوا فيها، ودخلت المطبخ علشان اغسلها. ولكن بعد شوية وانا واقف سمعت صوت وقع قلبي حرفيا في رجلي. كان صوت همس جاي من الصالة وكأن في حد بيتكلم. فسبت الحاجة من ايدي وانا مرعوب وبلعت ريقي بالعافية، ولفيت وشي ناحية الصالة وبدأت اتحرك بخطوات بطيئة جدا. كنت وقتها طافي نور الصالة الاساسي، وكنت قايد نور ليد الوان ضوء بسيط علشان يخلي شكل الشقة حلو والجماعة موجودين. فمشيت بالراحة ورحت على كوبس الصالة الاساسي بتاع النور وقدته. وقتها ببص كانت الصالة فاضية وما فيهاش حاجة. ولكن فجأة لقيت الكرسي الهزاز اللي موجود في الزاوية بدأ يتحرك لوحده. فهنا انا اتأكدت فعلا ان في حاجة مرعبة في الشقة، وسبتها بسرعة ونزلت وروحت لأهلي وراهم على طول. وقتها أهلي لما شافوني جيت استغربوا وقالوا لي في حاجة ولا إيه؟ ففضلت أفكر أقول لهم ولا لأ، وبعدين قررت إن أنا مش هقول لهم غير لما اتأكد. وعرفتهم إن أنا جيت أبات معاهم النهاردة بحجة يعني إن عايز أشبع من القعدة معاهم لأني خلاص هتجوز. وبالفعل الحوار ده دخل عليهم وبيت عندهم الليلة دي، وفضلت طول الليل بفكر إزاي هعرف في حاجة ولا لأ. وجات لي فكرة، وهي إن أروح أحط كاميرا في الشقة بالنهار وأمشي، واليوم اللي بعديه أروح أشوفها سجلت إيه. وبالفعل تاني يوم لما صحيت رحت سألت على الكاميرات، ولكني لقيتها غالية جدا وقتها عليا. فجت في دماغي فكرة تانية، وهي إن أحط التليفون القديم وأشغله على الكاميرا وأسيبه هناك وأشوف هيسجل حاجة ولا لأ. وبالفعل عملت كده. رحت الصبح وحطيته في جزء في الشقة يعتبر كشفها كلها، وشغلته على الكاميرا وتحديدا تصوير الفيديو، وحطيته كمان في الشاحن علشان اتأكد انه مش هيفصل. الكلام ده كان قبل المغرب بحوالي نص ساعة. حطيته وروحت وفضلت مستني اليوم يخلص بفارغ الصبر علشان اعرف هو صور حاجة ولا لا. وبالفعل بأعجوبة اليوم خلص والفجر أذن وانا ما نمتش. فوقتها خدت بعضي بعد الفجر ورحت على الشقة بتاعتي واخدت التليفون منها ونزلت جري. ولما روحت البيت عند اهلي وصلت التليفون على اللابتوب علشان الفيديو يبقى كبير وشغلته، وكانت الصدمة المرعبة. بعد ما نزلت بشوية كل شيء كان كويس، ولكن فجأة بدأت اسمع صوت اذان المغرب، ومن اللحظة دي بدأت الصورة تتهز بشكل غريب، وبدأت اسمع صوت باب عمال يزيق. فكبرت الفيديو كده لقيته باب الحمام. أول ما الأذان خلص بدأ يتحرك لوحده، وفجأة طلع ظل أسود من الحمام، ومرة واحدة بقى قدام التليفون. ووقتها الفيديو اتقفل لوحده رغم إن التليفون كان لسه فيه 30 جيجا يصورهم. والمرعب أكتر إن دي المرة الوحيدة اللي عرفت أتفرج فيها على الفيديو، لأن بعد ما خلص كل ما أحاول أشغله كان بيقول لي حاجة واحدة بس: خطأ في التحميل. الفيديو بعد ما اتفرجت عليه باظ لوحده وكأنه اشتغل لمرة واحدة بس علشان يتبعت لي الرسالة. وهنا اتأكدت خلاص ان الشقة مسكونة. فقررت وقتها ان اجيب شيخ واحاول معاها محاولة اخيرة علشان فلوسي ما تروحش على الارض. وبالفعل جبته ورحت معاه الشقة بالنهار، واول ما بدأ يقرأ قرآن بصوت عالي الانوار كلها فضلت تترعش وفجأة انطفت. فالشيخ قال لي
في هنا حاجة صعبة قوي يا ابني. وبدأ يعلي صوته أكتر بالقرآن. ووقتها سمعنا صوت مرعب جدا جاي من جوه الحمام. كان صوت صرخة مكتومة ومرعبة، وكأن حد محطوط على بقه لزق وبيصرخ. وفجأة بيبان الشقة كلها فضلت تتفتح وترزع لوحدها. الشيخ قال لي لا يا ابني، انصحك تمشي من الشقة دي دلوقتي. وصرخ فيا وقال يلا ننزل. ونزلنا فعلا وقتها مرعوبين. ووقتها وانا تحت سألت حد من اهل العمارة على الشقة دي، وكانت الصدمة لانه قال لي انها مقتول فيها شخص من 3 سنين، وتحديدا في قلب الحمام. لما دخلوا عليه لقوه متكتف ومحطوط على بقه لزق ميت. ولحد النهارده محدش يعرف مين اللي موته، واتقفلت قضيته ضد مجهول. فمن وقتها كل اللي يسكن في الشقة يطلع له شبحه أو قرينه. فهنا عرفت ليه كان بيحصل معايا كده، وسبت شقتي على الوضع ده، لا مني ببيعها ولا مني بقعد فيها. وبقى رقم 302 مسبب لي الاكتئاب والرعب. ودي كانت آخر جملة في الرسالة. يعني لحد هنا بتنتهي القصة وبينتهي معاها فيديو النهاردة. كان معاكم عبد العزيز أو ملك الليل، وكل سنة وانتم طيبين وفي أمان الله.